هذه قصة أيضا ذكرت في القرآن، وهي من القصص العظيمة، مر القرآن عليها مرورا، وذكرت في سورة الأعراف، وهي قصة رجل من بني إسرائيل. هذا الرجل كان يعيش في أرض الشام، وهذه الأرض التي كان فيها الأنبياء وكان فيها الأمم كلها، وهي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها وبني فيها بيت المقدس. كان يعيش فيها قوم من بني كنعان، هاجروا من أرض العراق ومكثوا في هذه الأرض المباركة أرض الشام، وولد فيهم رجل اسمه بلعام ابن بعوراء، وكان رجلا صالحا عابدا لله، من أهل العلم والدين والتقى والزهد. وكان هذا الرجل مستجاب الدعوة، إذا دعا ربه استجاب الله عز وجل له. ومرت السنون والرجل له مكانة في قومه، ويقال أنه كان يعرف الاسم الأعظم، أي كان يدعو الله عز وجل به ويستجيب الله عز وجل له. في يوم من الأيام وصل موسى عليه السلام إلى تلك الأرض ودخل هذه البلاد، فقال ظن الناس أن موسى سيخرجهم من قومهم لأنهم ليسوا من أهل هذا البلد، سيرجعهم إلى بلادهم في بابل في العراق. فقالوا لبلعام، قالوا له: إن موسى ابن عمران قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويدخلها ويحلها لبني إسرائيل، وأنت لنا مكان في قومنا، أنت رجل يجيب الله دعاءك، فادعوا الله عليهم. قال: ويلكم، ماذا تقولون؟ أدعو على نبي لله، نبي من أنبياء الله معه الملائكة وأهل الإيمان، كيف أدعو عليهم؟ فلا زالوا به يفتنونه بالمال حتى فتن، وفعلا قبل أن يدعو على من؟ أن يدعو على موسى عليه السلام وعلى المؤمنين. قبل هذا الرجل فذهب إلى جبل والناس معه، ويدعو والناس يؤمنون، وموسى عليه السلام قد اقترب منهم. وكلما دعا على موسى أو على بني إسرائيل صرف الله لسانه إلى أن يدعو على قومه لا شعوريا، كل ما دعا أخذ يدعو على قومه. فقالوا له: يا بلعام، ماذا تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. فقال: هذا لا أملكه، هذا مو بيدي، هذا فعل الله عز وجل، قد غلب الله عليه. ثم قال لهم: لا أستطيع أن أدعو عليهم. ثم ندم وقال: ذهبت مني الدنيا، راح ينتصرون علينا، وذهبت مني الآخرة، ماذا أصنع الآن؟ قال: لم يبق إلا المكر والحيلة. وين دينه؟ وين تقواه؟ وين علمه؟ وكان رجلا عابدا عالما. كيف فضل الدنيا على الآخرة، وكيف غرته الدنيا، الأموال والجاه والسلطان. قال لهم: يا قوم، لكم المكر والحيلة. قالوا: كيف؟ قال: جملوا النساء. شوف فتنة بني إسرائيل كانت شنو؟ النساء. قال: جملوا النساء، أعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها، كل واحدة كأنها بياعة، جملوها مكياج وبرجوها تبرج، والمرأة فتنة. وخلوا هؤلاء النساء يذهبون إلى معسكر بني إسرائيل، معسكرات الجيوش، كأنهن يبيعن السلع. وامروهن ألا تمنع امرأة نفسها من رجل، خل تعرض كل واحدة نفسها على الرجال. وحاولت النساء أن يفعلن هذا. قال بلعام لهم، قال: إن زنى رجل منهم لو واحد كفيتموهم، سوف تتخلى عنهم الملائكة ولن ينصرهم الله عز وجل، لو واحد بس. ففعلوا، وأدخلت النساء. شوف المكر وشوف الخبث الآن في هؤلاء الناس. فأدخلت النساء على معسكرات بني إسرائيل، فرآها رجل عظيم من بني إسرائيل، رأى امرأة جميلة فافتتن بها، فأخذ بها وذهب بها إلى موسى عليه السلام، وقال لموسى عليه السلام، هذا الإسرائيلي يقول لموسى عليه السلام: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك لا تقربها، أكيد بتقول لي كذي. فقال موسى: أجل، هي حرام عليك. فقال الإسرائيلي: قال: والله لا أطيعك في هذا. شوف الخبث، يأخذها للنبي يقول: لا أنا أدري أنك بتقول لي حرام، صح ولا لا؟ قال: إيه حرام. موسى لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، نبي الله كلم الله.
قال والله لا أطيعك في هذا، يعني إلا هذه، من كثرة افتتانه بهذه المرأة. فأخذها ودخل بها قبته وأخذ يزني بها، فأرسل الله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل، فأرسل الطاعون وأخذ يأخذ فيهم ويحصدهم. فأخبر رجل اسمه فنحاص ابن العزار ابن هارون، هذا الرجل لما جاء أخبر بالخبر، فعلم أن هذا الرجل هو سبب هذا البلاء كله، هذا الإسرائيلي الذي زنى بالمرأة، فأخذ حربته ودخل إليهما وهما يزنيان، فضربهما ضربة واحدة وقتلهما بها، فرفع الطاعون عن بني إسرائيل. وقال الرجل اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك، فرحم الله بني إسرائيل بعد أن قتل الرجل. هلك من بني إسرائيل في ذلك الزمن 70,000. أما بلعام الذي فعل هذا وارتد عن دينه وفضل الدنيا على الآخرة، انظروا كيف وصفه الرب عز وجل: أنت صاحب الدين، صاحب العلم، صاحب التقوى، تقف ضد موسى وضد أهل الإيمان. ليش؟ علشان دنيا، وتدعوهم إلى أن يفتنوا الناس بالنساء. شوف الخبث وين كان، وين نزل إلى الحضيض. واتل عليهم، الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد قص على الناس هذه القصة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني صار عالم وصار فاهم في الدين. نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. كأن الشيطان كان بعيد عنه، كان تقي، كان ورع، كان صاحب دين. فلما انسلخ، أول ما ارتد عن الدين، الشيطان اتبعه، كأنه منتظر. الشيطان ناطر هذه اللحظة، أول ما يضعف الإنسان، وخر عن المسجد، يهجر المصحف، يترك الدين، على طول الشياطين تلحقه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شاء الله وثبت هذا الرجل على الدين لرفعه الله أعلى عليين، لصار له شأن. لو وقف مع موسى، مع الأنبياء، مع المؤمنين الصادقين، لرفعه الرب، لكنه للأسف خسر الدنيا والآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مثل بعض أهل العلم اليوم يعطون فلوس علشان يغير الحلال حرام والحرام حلال. ايش رايك نحطك بهالمنصب، بس اللي نقوله تقوله. نفس الشيء، هذا بالعام واحد منهم، هذا الذي انسلخ من دينه، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، واحد منهم. موجودين اليوم في كل زمن ومكان، موجودين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مثله كمثل شنو؟ أخس وأنجس حيوان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الكلب كان تعبان ولا مو تعبان؟ دائما يلهث، لو واقف مرتاح يلهث. يعني مثل هذا الرجل، تعلم ولا ما تعلم؟ نفس الشيء، حصل على العلم العظيم وارتد. لو كان جاهل ولا كان عالم، نفس الكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا محمد، الله يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اقصصوا القصص على الناس. قول لهم: لا حد يبدل دينه، لا حد يبيع دينه بثمن بخس، لا حد يفتتن بشيء من زخارف الدنيا فينسلخ من دينه، لأن الشيطان موجود راح يتبعه. لأن مثله سيكون كمثل هذا الحيوان النجس، لأنه لن يمنعه من عذاب الله عز وجل شيء، سوف يجعله الله عبرة للناس. انظروا هذا الرجل إلى اليوم نذكره بالأمثال أنه كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كم يصدق هذا المثل على خلق من الناس.
ممن بدل دينه، ممن ارتد على عقبيه، ممن التزم فترة من الزمان ثم نكص على عقبيه. كم وكم في البشر اليوم أمثال هؤلاء. فلنحذر أيها الإخوة، الله بالثبات على دين الله، لا تغرنا زينة الدنيا ولا زخرفتها، ولنثبت على دين الله عز وجل، ولنعلم أن الثبات صعب لكن الله سيسهله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله عز وجل مع من؟ مع الثابتين من أهل الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله أن تكون هذه القصة عبرة لكل من أراد أن يتزعزع في دينه أو يرجع إلى الوراء أو يضعف، فليتق الله وليثبت، وليكن في هذا المثل ذكرى وعبرة لأولي الألباب. انتهى الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع، ويحتوي على قصة أصحاب الكهف وأصحاب الجنتين.